أسئلة الدرس الأول: حضارة بلاد العراق القديم. السؤال الأول: نستنتج من سياسة الملك حمورابي كأحد حكام الدولة البابلية الأولى إن استقرار الدولة يرتبط بسيطرة القانون على الحكم، تجميل مدن الدولة، بناء دور العبادة، وجود سواحل بحرية للدولة. احنا درسنا إن الملك حمورابي كان من أشهر ملوك الدولة البابلية القديمة، اللي من أهم أعماله أصدر مجموعة من القوانين عرفت بقوانين حمورابي التي بلغت 282 مادة. تبقى الإجابة: استقرار الدولة يرتبط بسيطرة القانون على الحكم. تعتبر الكتابة المسمارية التي تم اختراعها في بلاد الرافدين قديما نوعا من النقوش الغائرة، الرسم والتصوير، النحت والعمارة، النقوش البارزة. احنا قلنا ان الكتابة المسمارية عرفت بهذا الاسم لان كل علامة تشبه شكل المسمار وتكتب بأقلام من الخشب يضغط بها على ألواح من الطين الطري. تبقى الإجابة إيه؟ نوعا من النقوش الغائرة. تتويج الملك في الذاكورات في بلاد العراق القديم يدل على تغلغل الدين في حياة العراقيين القدماء، التواصل الديني مع الحضارة المصرية القديمة، سيطرة الكهنة على أمور الحكم، اعتبار الذاكورات مقر الحكم في الدولة. احنا درسنا ان المعابد اللي هي الذاكورات احتلت اهمية خاصة في نفوس بلاد العراق القديمة، حيث كان يتم فيها ايه؟ تتويج الملك، اقامة الشعائر الدينية، تعليم الافراد، حفظ السجلات والعقود. تبقى الاجابة ايه؟ يدل على تغلغل الدين في حياة العراقيين القدماء. لكي تكون جميلا حافظ على جمال الآخرين. أي من الملوك التالية تعارضت أعماله مع العبارة السابقة؟ سنحريب، نبوخذ نصر الثاني، حمورابي، سرجون الثاني. هنا بيقول لك إيه؟ لكي تكون جميلا حافظ على جمال الآخرين. يقصد إيه؟ الملك سنحريب، لأنه قام بتخريب مدينة بابل. من خلال دراستك لحضارة بلاد العراق القديم، أي البلاد الآتية كانت تكلفة نقل البضائع العراقية إليها أقل؟ الهند، الشام، اليمن، اليونان. احنا قلنا الأقرب هي الشام. الصدام والصراع، تفرقة وضعف. أي من الشعوب التاريخية التالية انطبقت عليها هذه العبارة؟ البابليين، السومريين، الأكاديين، الآشوريين. هنا بيقول لك إيه؟ الصدام والصراع، تفرقة وضعف. يقصد إيه؟ أول حاجة الدويلات السومرية، احنا قلنا هي كانت بمثابة دويلات مستقلة اللي هي سومر وأور ولكش، ولكن حصل إيه؟ حصل حروب بينهم أدت إلى ضعفها وتفرقها. تبقى الإجابة الدويلات السومرية. تأثرت الطبقة الدنيا في بلاد العراق القديم بنظام ملكية الأرض للأفراد، نتائج السياسة الخارجية للبلاد، التواصل الحضاري مع الدول المجاورة، العلاقات التجارية مع الدول الأخرى. احنا خدنا ان الطبقة الدنيا تتكون من أسرى الحروب والفقراء والعبيد. هنا بيقول لك ايه؟ تأثرت الطبقة الدنيا في بلاد العراق بنتائج السياسة الخارجية للبلاد. طب ليه؟ لأنها أدت إلى عدد كبير من أسرى الحروب. أي من الدول العراقية الآتية كانت الأسبق في اتساع حدودها لتصل إلى البحر المتوسط؟ الدولة البابلية القديمة، الدويلات السومرية، الدولة الكلدانية، الدولة الآشورية. احنا درسنا ان الدولة البابلية القديمة اللي من اشهر ملوكها الملك حمورابي اهم اعماله ايه؟ مد حدود دولته حتى البحر المتوسط. تبقى الاجابة الدولة البابلية القديمة. اصدر الملك حمورابي قوانين امتازت بالقوة والصلابة، حرص فيها على صبغها بالصبغة الدينية، اقتباس من الثقافات الأجنبية، إظهار قوته العسكرية، تقليد الحضارة الفرعونية.
الملك حمورابي أصدر مجموعة من القوانين اللي هي عرفت بقوانين حمورابي اللي بلغت كام؟ 282. نقشت على حجر صلب أعلاه صورة له وهو يتلقى القوانين من إيه؟ من إله الحكمة والعدل. تبقى الإجابة إيه؟ حرص فيها على صبغها بالصبغة الدينية. تميزت الحضارة السومرية ببلاد الرافدين قديما بتعدد المراكز الحضارية، التوسع الجغرافي، القرار السياسي الموحد، اختراع أول أبجدية. احنا درسنا ان دويلات السومرية كانت عبارة عن ايه؟ دويلات مستقلة مثل سومر وأور ولكش. تبقى الإجابة ايه؟ تميزت بتعدد المراكز الحضارية. كثرت وظائف الذاكورات في بلاد العراق القديم، فبجانب وظيفتها كان لها وظيفة ثقافية، قضائية، عسكرية، تشريعية. احنا درسنا ان الذاكورات اللي هي المعابد كانت لها أهمية خاصة في نفوذ بلاد العراق القديم. طب ده ليه؟ لأنه كان يتم فيها تتويج الملك، إقامة الشعائر الدينية، تعليم الأفراد، حفظ السجلات والعقود. يبقى كان لها وظيفة ثقافية زي ايه؟ تعليم الأفراد. اختلف نظام التجنيد في الدولة الآشورية عما سبقها من حضارات العراق القديم في الإقبال على التجنيد، مدة التجنيد، إلزامية التجنيد، الهدف من التجنيد. احنا قلنا ان كانت الخدمة العسكرية إلزامية أيام الحرب حتى جاء العهد الآشوري. طب ليه؟ لأنه أصبح الجيش دائم. تبقى الإجابة اختلف في إيه؟ في مدة التجنيد.